شوفي اختي اللون فيه واعر كيشهي الصراحه. والله جربتيها ما تستغنيش عليها، ساهله وكتطلع دغيا دغيا ولذيذه فوق هادشي. تتجي هشيشه ومفشفشه دايره بحال الشكل د الكيكه، بحال الكيكه مالحه بالخضر، ولكن هذه ماشي كيكه، ولكن راه كتشبه الكيكه وما كاينش اللي ما كتعجبوش. وكنتمنى ان شاء الله تشجعوني ديروا لي عدد كبير من اللايكات، واللي مازال مشترك يشترك عندي في القناه مرحبا بيه، ديروا اللايك ديروا داك الحركه ديال الصبيع ديال تحت بركوا عليها. ومرحبا بكم. هذه الاخوات بيتزا ديالي عاد بكاو نمونطيها باش كنحطها لكم ان شاء الله تلقاوها عندي في القناه. قلت نشاركها معكم في ستوري، المهم باش تكونوا هكا تشوفوها وتدخلوا عندي. مرحبا بكم وكل شيء استفد، وشكرا لكم بزاف على المشاركه. وكما كتشوفوا انا كنقطعها وكتجي هشيشه، هي مازال سخونه كتجي هشيشه ومفشفشه وزوينه وهشيشه بزاف الصراحه، ما نقول لكمش عليها، بحال اللي كتاكلي في الكيكه وهي مالحه وكتجي رطبه بزاف وهشيشه، ما نقول لكمش عليها حتى تجربوا عاد يحكموا. دابا عندنا المقادير، عندنا نص كيلو ديال الطحين، عندنا كاس صغير ديال القمح، اي نوع ديال القمح، عندنا معلقه كبيره ديال الفين وعامره مزيان، عندنا خماره، عندنا فانيا، شويه ديال الملحه، كاس صغير د الزيت ما عامرش، والماء دافي باش نعجنوا العجينه. كنخلطوا العجينه مزيان وكنخليها باكا ترتاح، كنخلطوها بيدينا ولا بالفوي، كنخليوها باكا ترتاح، كنغطيوها بالسلوفان وكنقطعوا بصله، كنقطعوا فلفله، كنقطعوا ديك الفلفله وكنشحروهم بمليحه وزويته، وكنجيو للمقله ديالنا كندهنوها بزويته حتى هي، وكنرشوها بشويه ديال الطحين. داك المقطع تحيد ليا سمحوا لي، ولكن راه ماشي شي حاجه مهمه. المهم انكم تجيو تكبوا ديك العجينه ديالكم، كتكبوها بحال شي عجينه، بحال العجينه ديال الكيكه وهي ثقيله شويه. كنخويوها في ديك المقله ديالنا كنجيو لديك المطيشه، عفوا ديك الفلفله والبصله، كنبقاو نرشوهم فوق منها، كنزلعوهم فوق العجينه كلها، وكنديو لاصوص حتى هو، كنكبوا لاصوص حتى هو. حنا كنزوقوا كتجي بحال هكا مزوقه. وكنجيو للفرomاج. قبل ما نجيو للفرomاج كنت نقول لكم راه كنديروا البصله والفلفله هي الاولى، كنديروا شويه الزيتون، اولا اللي بغى يدير الطون يدير الطون حتى هو، تنديروا كلشي مره واحده. اللي ما بغاش يدير الطون ما يديروش. وكتجي دير الفرomاج، الا ما عندكش الفرomاج الاحمر كدير الفرomاج هذا الفرomاج الاخر المثلثات او اللي كان. بالنسبه لي انا درتها هنا في الطاوه وخليتها تخمار شويه. وما تنسونيش بلي لايك، الله يجازيكم بخير، وهكا كتكونوا شجعتوني باش كنزيد نعطيكم شي حاجه اللي كنعرفها، شي حاجه اللي هي زوينه ومجرباها ومعتمده عندي. وكنجيو للفرomاج ملي كتكون خمرت لنا العجينه ديالنا في المقله، كنجيو للفرomاج كنحكوها هكا من الفوق. والبنات ضروري ما كنخليوها ترتاح، ملي كنعجنوها اولا كنخليوها ترتاح في العجانه في القصعه وفاش ما عجنتوها وصافي. ملي كنعاود كنقرصوها في المقله ديالنا، كنكبوها في المقله ديالنا، كنجيو للفرomاج كنحكوا عليها من الفوق. وهانتوما كتشوفوا وكتبعوا الطريقه، ولكن راه سهله البنات، راه ما تخلعكمش ولا شي حاجه، واخا تكوني اول مره غديريها كتنجح لك من اول استعمال. راه الصراحه كتجي مفشفشه من الداخل وكتجي هشيشه ورطبه، غير خشيافه فمك وصرتيها بلا نضيق. الصراحه كتجي زوينه ومع شي براد ديالها حتى ما نقول لكش عليها. انا كنصاوب المقله الاخرى اللي حداها حتى هي، حيت درت وحده كبيره وحده صغيره. الصراحه هذا القياس هذا عطاني جوج تبارك الله، وراه بجد كتجي شباعيه الاخوات، راه كتجي منفوخه وما كتجيش معجنه، كتجي خاويه من الداخل، مفشفشه. ملي كتهز كتبان لك غليظه، ولكن ملي كتهزيها خفيفه بحال شي ريشه، بونجا. الصراحه احسن من البيتزا اللي كنقرصوها وكتجيب العجينه غليظه، وخا كنعيو نرققوها راه هادي احسن الصراحه. واخا كنجيو الاخرى كنجي تقريبا ني سنتيم تيكون فيها د العلو، هادي راه كتجي زوينه. وما نساوش الاخوات شويه ديال الزعتر، كنجي كنحكو هكا بين يديا، كنقيو داك العبيدات ديالو وكنرشوها، كتجي زوينه. الزعتر كيعطيها واحد المنظر حتى هو واعر زوين الصراحه. ولا بغيتي دوزي عليه واحد الخبيط ديال الزيت البلديه، الا ما كانش بلاش ما كاينش مشكل. وما تنساونيش من لي لايك ولا كنتو وصلتوا حتى لهنا، والاخوات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه تقول لكم اشتركوا، مرحبا بكم. والاخوات كنشكرهم القدامات معايا، داركم ومرحبا بكم والله يكبر بكم. وهذا الشيء اللي كاين الاخوات، وكنتمنى تشجعوني. الا ما شجعتونيش نتوما راه ما كاينش اللي غادي يشجعني من غيركم. وكنشكركم بزاف، نتوما ماشي مشاهدين، نتوما اخوات واخوان، وشكرا لكم بزاف. انتم شوفوا المنظر ديال تبارك الله غزال.